فتاة التجمع الأول ذبحت أخوها ذبح بطريق المباغتة وهو نايم، وده كله علشان عرف عنها إنها ماشية مع شباب. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أخطر وأغرب القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث بجريدة وموقع أخبار السياسة والطاقة. لما الأخت تخلي أخوها نايم وتذبح ذبح، يبقى كده القيامة قربت تقوم. إزاي وكيف ده حصل؟ بتبدأ الحكاية من شاب عنده 23 سنة بمنطقة التجمع الأول، وله أخت قريبة من سنه من فوق رؤوس بعض عندها 20 عام. الأخ لاحظ على أخته إنها بتقفل الغرفة بتاع نومها وتتكلم بالساعات. اقتحم عليها الغرفة فجأة، ليها بتكلم في التليفون. كلم مين؟ ما بتكلمش مين؟ قالت له ما كلمش حد. خد منها التليفون عنوة، وكانت المفاجأة إنه ليها بتكلم شاب من الشباب، ومحادثات حب وغرام وغرائز وصور متبادلة بينها وبين يعتبر حبيبها ده، أو ما يسمى بعشية. الأخ مسك نفسه بالعافية وخد التليفون من أخته. قال لها قال لي أدب، أنا هاخد التليفون منك عشان مش هقول لأمك وأبوك دلوقتي، بس إن كررتها تاني هضطر أقول لأمك وأبوك. وإن كان لطشها كفين ولا حاجة وأنبها ومنعها تخرج بره إلا للضرورة القصوى. البنت طبعا عدت مدة لا معاها تليفون ولا عارفة تتواصل مع حبيبها، هتتجنن. برج من نفوخها بيطير، لأن مقالة المثل لما قال الحب مرايته عامية. تعمل ايه؟ اتفقت مع بنت صاحبتها كانت حافظة رقمها، رنت عليها من مكان آخر من رقم تليفون كان سنترال ولا غيره، واتفقوا مع بعض انهم يروحوا رحلة الفيوم. بالفعل خدت ميعاد وموهت على اخوها وراحت رحلة الفيوم مع زميلتها، وهناك قابلها حبيبها. لما قابلها حبيبها في الفيوم، طبعا لما قابلها حبيبها في الفيوم قضى يوم سعيد في الرحلة في الفيوم، وزاروا الأماكن السياحية، ورجعت تاني البيت واتصرفت وجاب التليفون ده كله من غير ما أخوها يحس. لكن أخوها لما لاحظ عليها برضو تقفل الغرفة بتاعت نومها وتتكلم كتير، برضو دخل عليها. ليه معها التليفون؟ برضو جبت التليفون وأنا قلت لك ما تجيبيش وهقول لأمك وأبوكي. افتح التليفون، ما رضيش تفتح التليفون وانهارت بالبكاء. قالت له مش هديك الرقم السري بتاع التليفون ومش تفتح التليفون. ان كان لطشها ولا ضربها كفين يبقى سابها، ما رضيش يحمل عليها. هو خايف ان امه وابوه اساسا يعرف، مش عايز يعرفهم، بس عايز يتوب اخته بالطريقه ويعرفها ان دي يا بنتي غلط وحرام، واللي عايز واحده يخش البيت من بابه ما يلفش حواليه الشمال ويمين ويتخبط كالشيطان. من هنا حدث اللي حدث. يبقى البنت اغتاظت من اخوها، تعمل ايه؟ شيطانها او حالها، وفكرت ودبرت في الانتقام والخلاص من اخوها. انتم متصورين علشان اخوها منحها من طيشان الشباب بتاعها وحبيبها اللي هو اساسا ما تقدم لهاش، ده كلام في التليفونات، تعمل في اخوها؟ وخلت اخوها خالد الى النوم، نام وشبع نوم، وامها وابوها نايمين، وراحت استلت سكين حادي ماضي من المطبخ سلاح ابيض وعينت على منطقة القلب، ونزلت دبت اخوها دبة قاتلة نافذة. اخوها لما وعي كان بيطلع في الروح، لان الدبة جت في القلب، مات في ساعتها، وجت لها نوبة هستيرية لان السكينة كسرها، ودورت الصراخ واللطم على الخدود والعويل والبكاء لحد ابوها وامها ما صحوا. يا بنت فيها في يا بنت؟ قالت لهم موت اخويا، موت اخويا. الاب طبعا
اتجنن لما لقى الدم مغطي ابنه وميت حتى ملحقوش، ودوه الإسعاف المستشفى. الإسعاف قالت لهم ده مات وشبع موت، وإن شاء الله ده احنا ماشيين المستشفى، لأنه بتوع الإسعاف بيبقى معاهم رعاية يعني عاجلة، إسعافات أولية. عرفوا إنه مات، راحوا المستشفى قالوا لهم نفس الكلام ده، من ساعة ما خد الخبطة مات في ساعتها. على طول المباحث خدت خبر، جابوا الأب والأم والبنت. مين اللي عمل كده؟ قال لهم بنتي. البنت قالت أنا اللي عملت، ما نكرتش. طب عملت ليه كده يا بنتي في أخوك حد موت أخوك؟ قالت خفت لحسن يقول لي ماما وبابا ويفضحنا، خفت لا يقول لي ماما وبابا ويفضحنا، وكان مضيق عليا مع حبيبي، خد مني التليفون وحبسني في البيت، ولما رحت الفيوم وقابلته ورجعت برضه صرفت وجبت تليفون من مصروف اللي كنت محوشاه، برضه ضيق عليا وقال لي هقول لابوك وامك، فانا خفت اقول لابويا وامي قلت اخلص عليه. لكن انا لما موتته ما كنتش واعي ولا في وعي. القصه دي حدثت في بدايه العام اللي احنا فيه ده 2024 بمنطقه التجمع الاول. اداها وكيل النائب العام 4 ايام و15 45 حالة للجلسة تحت ذمة الحبس الاحتياط. لكن يعني ما نستفاده من هذه القصة ان نشوف لما الاخت نفسها تغدر باخوها، كان المفروض الاخ من ساعتها بلغ ابوه وامه، ده رأي المتواضع. يبقى الدروس المستفادة من مثل هذا الامر ان الاب والام يخلي عيونهم على بناتهم. ادي دي 20 سنة مش صغيرة وعملت كده. تاني درس مستفاد ان الاخ المفروض كان حرص من اخته. الانسان يحرص من اقرب الناس ليه، لان الخيانة ما بتجيش الا من اقرب الناس ليك في بعض الاحيان. والحاجات دي يعني مش بنعممها لكن بنفصل فيها وبنقول كده. لكن هو المفروض الاخ كان بلغ ابوه وامه، كانوا اتصرفوا هما، كان شاركهم في الرأي والامر. لكن البنت لما مالت والولد كل بعقلها حلاوة اضطرت للخلاص من أخيها ظنا منها أنها تفلت من طائلة القانون، لكن هيهات وشتان. وقعت في الفخ وموت أخوها مع سبق الإصرار والترصد، واستلت سكين وقتلته، طعنته في السطح طعنة نافذة حادية ماضية ما أدت إلى وقت حياته في الحال. واعترفت بكل حاجة، قالت له يا سعادة البيت، يا سعادة وكيل النائب العام، أنا قلت ده هيقول لأبويا وأمي ويفضحني، أموت أحسن. شوفوا البجاحة والخيابة وقلة الكرامة وقلة الحياة من بعض البنات تصل لحد فهم إن البنت تموت أخوها عشان عايز يحد من هذا الأمر وعايز أخته تبقى شريفة. وقال لها الإنسان ده لو جالك من الباب تحت أمرك لكن ما تتكلمش بالتليفون. آدي التليفونات واللي باقينا من وراء التليفونات. بيني وبكم يتجدد اللقاء.